بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي محبي وعشاق الكرة المصرية من مشاهدي ومتابعي قنوات اون تايم سبورتس، حسم لقب الدوري خلاص. النادي الأهلي بيعود لدولابه. البطولة الأكثر تتويجا هو فيها النادي الأهلي، وصل لل 78 نقطة ولكن حسم اللقب قبل 4 ماتشات لسه متبقية له. النهارده مع نادي المقاولين بمشيئة الله، وثم الحرس الحدود، ثم لقاء مع بيراميدز، وايضا مع النادي المصري. النهارده الكابتن شوقي غريب صاحب الارض ذئاب الجبل، واحد من ال7 الكبار اللي حصلوا على الدوري الممتاز. نادي المقاولون العرب بيختار محمد السيد، لؤي وائل، عماد نياس، محمد هاني تريكا، يوسف حمدي، الحبيب احمد حسن، محمد شوقي غريب، ويوسف الجوهري مع جون اوكلي، وعمر سافيولا ايضا موجود في سباق سرعه. ولكن خالد عبد الفتاح سريع وقوي، خالد عبد الفتاح سريع وقوي قدام جون اوكلي، وياخد فاول لصالح النادي على الارض. حلوه للضوي، يرجعها لقفشه، تسديده من قفشه ترجع لصالح نادي المقاولين عند محمد سالم. انفراد لمحمد سالم، وادي الكره الاماميه عند كريستو يعمل مشوار على مريرات النادي الاهلي. قفشه يستلم في المساحه، قفشه عايز قدام يفتح زاويه العرضيه، كريستو يلعب العرضيه لكن فاروق نور الدين وجوزيجل في ظهره رامي ربيعه، لكن خالد عبد الفتاح ما بينه وما بين رامي ربيعه، وادي يتفوق دفاع المقاولين لكن ترجع مره ثانيه، وادي التسديده رايحه ومركونه من كريستو. هي ضعيفه، يعني هي مش تسديده قويه، هي ضعيفه ولكن مركونه رايحه وخدعت ابو ناحيه اليمين. محمد فخري يلعب الكره الاماميه، طاهر اتحرك في الطرف اليمين لكن تشيب امامي حلوه قوي عند اليو ديانج. فرصه لديانج، فرصه للمالي يا ولد البعبع المالي. اليو ديانج يسجل هدف اول لصالح النادي الاهلي. لكن سيبك انت، لا 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 الفينش حلوه، الفينش في العارضه وفي الشبكه، الكره بتزغرط لكن كلمني عن الاسيست. روح شوف احمد نبيل كوكا عمل الاسيست ازاي، استلم وبسرعه يعمل اللي تشيك، ولا اجدع بلاي ميكر، لا هو بلاي ميكر احمد نبيل كوكا. يعني ترجع تاني فيها خطوره، محمد سالم ومع الشناوي، يلمس الشناوي والكره اوف سايد. رايه من الكابتن ايهاب فخري وصفاره من الكابتن مصطفى عثمان. ولد على الوانتو، كريم الدبيس عايز يظبط العرضيه، يلعب الكره العرضيه. 74 هدف فاز بالدوري، كان 74 هدف. لكن عموما كره تتلعب لعمر سافيولا، والفاول لصالح المقاولين. فين من بدايه اللقاء ما شفناش المقاولين في نص ملعب الاهلي وبالكثافه العدديه دي. العرضيات والخطوره والابراج، وهدف التعادل جوزيف اوشايا. تتلعب 1-3 رائعه، كره اتلعبت من عمر سافيولا، تترد من البرج العالي على طول. فاروقه يردها لجوزيف اوشايا لوحده تماما، وكره تدخل في الشبكه، سمعنا صوتها بقوه. وادي بعض الحضور المناصرين لنادي المقاولون العرب. جوزيف اوشايا يسجل هدف في مرمى النادي الاهلي. اتلعبت حلوه قوي على القائم بعيد احمد علاء، مع وجود ايضا لفاروق نور الدين من محمد سالم. سباق سرعه ما بينه وما بين رامي ربيعه، لكن يوصل رامي ربيعه ويرقص شريف والجول الثاني ولكن اوف سايد. حكم اللقاء وتنسيق، والاوف سايد موجود. الراجل كده ابتدت الفاولات تكتر من الاهلي. عمر سافيولا التسديده تخبط وتطلع ضربه ركنيه. خبطت عمر سافيولا، واحده من تسديدات عمر سافيولا القويه الحقيقه واللي اتكلمنا عليها في بدايه اللقاء. واحده كده من عمر سافيولا من مسافه بعيده. كريستو عايز يلعب العرضيه، حلوه العرضيه لطاهر، لكن يا ولد ال 18 يلعب سافيولا الكره العرضيه، ادي الرأسيه. ممكن 3-4 دقائق وقت محتسب بدل من ضائع. اليو ديانج يستلم في الطرف اليمين، يلعب الكره العرضيه لكن بعيد. يرجع هو اللي يعمل الواجب الدفاعي بسرعته، لكن يلعب الكره البينيه طاهر، لكن عايز يلعب الكره العرضيه عند محمد شريف وعمر فايد. عمر فايد لعبت قويه البينيه اللي فاتت سريعه. يرجع تاني ناحيه شمال، كريم الدبيس، والعرضيه محمد بوشري، والخارجي يلعب البينيه لمحمد شريف، ولكن يطلع ابو السعود يلعبها لقفشه، استلم على صدره جوه 18. قفشه يلعب الكره العرضيه 5 مرات. يا ولد محمد شريف هداف الاهلي. خلاص فتحت يا شريف، سجل في اللقاء السابق امام نادي الزمالك، والنهارده بيسجل محمد شريف. يا ولد وسط ابراج المقاولين. الابراج تنام، الابراج تغيب، ولكن العرضيه
توصل بالماء، يعدل على شماله شريف، يرجع لقفشه يلعب العرضيه، لكن عمر بالرأسيات لصالح النادي الاهلي، توصل عند محمد سالم جوه 18 معاه رامي ربيعه، يديله ثقه كبيره قوي محمد كريستو. ادي العرضيه شريف كان هيعملها تاني، كان هيعملها تاني. الاهلي ضاغط ودايس بنزين، الاهلي مكمل ودايس الشوط الثاني بنزين عالي. سجل هدف وعايز يغطي الجول بجول. محمد سالم، سالم وربيعه، سالم وربيعه، لكن فين؟ ده ناحيه اليمين عند فادي فريد، عايز يلعب الكره العرضيه، يخش هو الجول والكره تطلع بره. جون اوكلي ما يعملش العكس، لا ده هو عمل العكس، بدل ما يحط الكره في الجول يدخل هو في الجول ويطلع الكره وكانه مدافع النادي الاهلي. لكن بص في قطه يلعب العرضيه، خالد عبد الفتاح وهاني تريكه، محمد هاني تريكه يلعبها ارضيه برضو، لكن محمد الضوي كريستو ويعدي الكره وياخد رميه تماس. اعتقد اليو ديانج، قفشه يلعب البينيه، يا ولد يا ولد، بيقولوا اوف سايد، لكن طاهر بيقول له مش اوف سايد وخلي الاشاره لدايره السنتر. جول 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 اهلاوي، جول طاهر محمد طاهر، يا ولد يا ولد يا ولد، ملك الاحتفالات طاهر محمد طاهر، واحتفاليه جديده مع محمد شريف ومع المدرج الاهلاوي طاهر محمد طاهر. لكن كلمني برضو على الاسيست، هي مباراه الاسيستات ولا ايه؟ هي مباراه الاسيستات ولا ايه؟ يا ولد يا ولد يا ولد، وفرحه كمان من حسين الشحات. تتلعب الكره الاماميه، خالد عبد الفتاح 5 أهداف و6 أهداف، والنهارده 4 أهداف قابله للزياده. ادي العرضيه، محمد فخري ضربه ركنيه لصالح نادي المقاولين، المطالبه بلمسه يد، خطر لصالح المقاولين. قطه يلعب العرضيه، لكن فخري يا ولد تعدي من شريف، لكن ما تعديش من بيرسي تاو، التسديده ولكن في الزاويه الضيقه تلاقي ابو سعود وتطلع ضربه ركنيه من اول لمسه. تاو كان هيعملها ويسجل. الاماميه عند كهربا، كهربا لكن يقع على الارض وضربه جزاء، عرقله من احمد علاء وبينالتي لصالح النادي الاهلي، ضربه جزاء لصالح الاهلي. كهربا راح يمسك الكوره، ومين كمان عايز يسجل في غياب علي معلول؟ احمد عبد القادر ممكن يكون عايز يسجل ايضا. اللعيبه اللي نازله محمد شريف وبيرسي تاو راح مسك الكوره، بيرسي تاو راح مسك طاهر وابو السعود، واللحظات الاخيره من اللقاء. يا ولد يا ولد، طاهر محمد طاهر بيشدوا اللعيبه لانه ملك الاحتفالات. تعال احتفاليه جديده يا طاهر، يلا. لا هي نفس الاحتفاليه بتاعه الهدف الثالث مع بيرسي تاو مع كهربا مع خالد عبد الفتاح، والفرحه اهلاويه.